إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم قناه اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. النهارده باذن الرحمن يا جماعه انا جايه اوريكم باذن الله الحمام بتاعي، وانا بحط له طبعا الاكل. برده الحمام يا جماعه بياخد طبعا مهله او بياخد فتره كده ما بيبقاش يبيض فيها برده. فانا جبت لهم دواء اللي اسمه عليقه يا جماعه، العليقه البياض. انا جايباها طبعا للطيور عندي كلهم وللفراخ، فقلت خلاص اما احط منها كمان شويه للحمام. فانا حطيت لهم في الصندوق بتاعهم اهو قبل ما احط لهم الاكل. انا حطيت لهم شويه خلاص في الصندوق اهو، فالحمد لله هم اكلوه خلاص. وهبدا باذن الرحمن احط لهم طبعا الاكل العادي بتاعهم بقى، اللي هي الخلطه بتاعتهم. احطها لهم طبعا قدامكم اهو عشان تشوفوهم باذن الرحمن يا رب. انا جايبه شويه فشكار اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انا ما بحطلهمش اكتر من كده يا جماعه علشان خاطر ما بيهلكوها على الفاضي، فانا بحط لهم كده. والدكتور نفسه اللي قال لي كمان، قال لي ما تشبعهمش قوي عشان ربنا يكرمنا كده فيهم باذن الله. فاهو انا بسيبهم لما يجوعوا واقوم حاطه لهم الاكل زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله جم عند الاكل طبعا بياكلوا اهو. والميه يا جماعه زي ما انتم شايفين الميه الحمراء دي، الميه الحمراء دي انا جايباه دواء من البيطري علشان خاطر الطيور عندي كلها طبعا، علشان الفره والهيه والحاجات الوحشه اللهم احفظنا بقى اللي حصلت الايام اللي فاتت دي. فانا قال لي اعملي بها لكل الطيور عندك. فانا جايبه بقى برضو حطيت منها للحمام اهو الميه دي. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله في حمام هنا واقف اهوت على الخشب بتاعه اهو، وحمام واقف هناك على ايه يا جماعه الحيطه اهو زي ما انتم شايفين طبعا ما شاء الله اهو بيتحرك طبعا. ربنا يكرمنا كده باذن الله يا رب وما يخسرناش اهو. الحمام خلاص في قلب الاوضه يا جماعه، وفي قلب البوكس بتاعه عمال ياكل اهوتي في الصندوق بتاعه كده يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين انا بوريكم طبعا في عندي هنا الحمامه يا جماعه. بصوا الحمام طبعا ما شاء الله في عندي جوز هنا مطلع اهو، لسه طبعا اول مره كانت بتطلع المره دي. فما شاء الله شوفوا عندها فرده ما شاء الله. الفرد بقى ده هو اكيد ذكر يا جماعه لان هو بيبقى كبير، والفرد الصغير ده شوفوا حجمه صغير قوي. فطبعا ما بيلحقش ياكل من امه. انا جبت الببرونه بتاعتي ديت برده حطيت لهم فيها اكل اهو، حطيت اكل وقمت حطاه لهم. الاكل بتاعها طبعا بيبقى عباره عن ميه خالص يا جماعه اهو، ميه خالص اهي بالعليقه بتاعتهم والخلطه بتاعتهم بضربها في الخلاط وبقوم حاطه. فانا اكلت منه ما شاء الله اهو بسم الله ما شاء الله مأكله منه الصغير ده علشان ربنا يكرم باذن الرحمن. يعني بحاول ان انا اساعد مع اكل امه طبعا، وبسيبه كده باذن الرحمن يا رب علشان هي طبعا بتنام عليه بتدفيه، وباذن الله هي هتاكل الوقت وتيجي تاكله. بس انا قلت ادام حجمه صغير كده الحقه علشان ما يتركنش، لان دايما الحمامه الزغلوله اللي هي الكبيره يا جماعه ساعه ما بتلاقي امها جايه دايما بتقوم رايحه جري على طول بتاكل هي منها، والصغير خلاص بيتركن بقى. اذا انا ما ولتوش كده وما حطيتلوش اكل كمان اساعد كده بالببرونه بتاعتي دي او الازازه دي هيقوم ميت على طول الفرد الثانيه دي. فانا قلت اساعد باذن الرحمن لغايه ما ربنا يسهل والاثنين يحصلوا بعض باذن الله واسيبهم بقى. فانا حبيت اوريكم بس يعني دي، واقول لكم على المعلومه اللي انا بعملها للحاجات الصغيره اللي زي دي. واوريكم الحمام بتاعي كمان اهو. احنا دايما يا جماعه اما بنطلع له بنقعد نحركه كده عشان يجي اهو، وابقى شايفاه كمان علشان اوليه لو اي حاجه تعبانه فيه ولا اي حاجه برده ابقى عامله حسابي. وطبعا انتوا عارفين ان في حاجات بتحصل للحمام اللي هي اسمها الونه. ايوه اللي في حاجات اسمها الونه يا جماعه، انا ببقى عامله حسابي ان اجري الحمام علشان اشوف قدامي اي حاجه فيها حاجه ولا لا. فالحمد لله رب العالمين اهو. وفي حمامه تقريبا هتبيض قريب باذن الرحمن يا رب اهو. الحمامه اللي بتجري ورا اهي ايوه دي، ده ذكر وانتايه برده باذن الرحمن. ربنا يكرم، احنا بنوريكم الصوره اهو دي ان شاء رب العالمين. ممكن تكون على وش بس بقى باذن الله يا رب ربنا يكرم كده. فانا بقول لكم كمان علشان خاطر ربنا يكرمنا يا رب كده باذن الرحمن. وفي برده هناك يا جماعه على الصفايح اهو، على الصفايح زي ما انتم شايفين برده في جزء ممكن ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله اهو. يا رب كده ربنا يا جماعه ما يخسرنا في حاجه ابدا يا رب، لا احنا ولا انتم، لان فعلا الحاجه يا جماعه بتتكلف قوي، والحاجه والله ما بتتعملش بالسهل فعلا، ما بتوصلش للحجم ده بالسهل. بس احنا بنقول يعني الحمد لله لما نيجي نشتريها من بره بتبقى السعر غالي قوي، فبنقول الحمد
لله ان احنا بنسلي نفسنا كده وكمان على يعني حاجه لاولادنا يا جماعه، وحاجه لينا ولبيتنا ولاي ظرف طارئ زي ما انا قلت لكم قبل كده. ما ببقاش احس بيه فعلا بان موجود خير زي ده يا جماعه. ربنا يكرمنا دايما يا رب كده باذن الله يا رب، ووفقنا يا رب وما يخسرنا في حاجه ابدا. وزي ما انتم شايفين الحمام عندي انا حبيت ان انا اوريه لكم النهارده. الجو طبعا ما شاء الله النهارده حلو، انا حبيت اوريكم اطلع كده واوريكم حاجتي على السطح باذن الرحمن. وخلي بالكم في حمامه صغيره هي يا جماعه رايحه لامها اهي، ده زغلوله اهي بتجري ورا امها، هي اللي هي ايوه اللي هي اهي بتجري طبعا امها عشان امها تعملها تاكلها. فلسه سبحان الله يا رب طبعا امها لسه باذن الرحمن هتاكلها اهي شوفوا اللي عند الميه دي زغلول صغير عايز ياكل، ولسه امه باذن الرحمن هتطعمه الوقت باذن الرحمن يا رب. يا رب باذن الله يا جماعه الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.